السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا متابعين قناتي وصفات روما وبناتها. النهارده جايه وجايبه لكم القمر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده خمنه ايه؟ ده خمنه هتلاقوه رز بلبن بالمانجا. طبعا انا عامله رز بلبن ببيوريه المانجا وقطع المانجا، حاجه كده وهميه. حبيت، انا شفته وحبيت اعمله معاكم. فكرته بسيطه جدا وسهله جدا، ولو شويه لبن مانجايه يعني كوبايه بالظبط من الرز هتدينا الجمال ده كله واكتر. يلا بينا بقى نشوف الوصفه. هنا بقى كده هبدا اضيف مكسرات كده حسب الرغبه. وهنا طبعا للي حابب يستخدم صوص الشوكولاته ممكن يحط على نصها بس كده ويسيب النص التاني من غير صوص. عايزه كده اشارككم اللحظه دي وناخد كده قطعه. شايفين الجمال؟ شايفين الروعه؟ معايا هنا كوبايه من الرز مغسول ومتصفي كويس. هحط له كوبايتين من الميه. انا هنا حطيتهم على النار، قلت لكم كل كوبايه رز ليها مجين كبار من الميه. حطيتهم هنا على النار عشان يتسلقوا كويس لحد ما يتشربوا الميه خالص. هوريهولكم. بدأ يغلي كويس كده ويوصل للمرحله دي بنوطي عليه عشان يستوي خالص. هنا دخل الرز في مرحله سوا كامل وبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده. خلاص هي دي المرحله اللي انا عايزاها. ببدأ بقى اطفي عليه. معايا كيلو من اللبن البارد، هحط له 4 أو 5 معالق من السكر. عايزين تزودوا مفيش مشكله، التحليه بتبقى حسب الرغبه. وابدا اقلب السكر في اللبن قبل ما احطه على الرز. وهنا هبدا اضيف كده اللبن على الرز واقلب كويس. هبدا اديهم تقليبه كويسه كده مع بعض، وكل ده وانا موطيه النار خالص. تمام، بقلبهم كده. واقول لكم انا هعمل ايه. بنشوف يا جماعه التحليه محتاجه سكر، ماشي، السكر بتاعها مظبوط. تمام. برضه هنا معايا كميه حلوه كده من القشطه، هي مجمده عشان انا كنت حطاها في الفريزر. هو ده عامه وش اللبن. بنجمده وبعد كده برضه هنحطه على الرز بلبن، وهي مجمده بس هتسيح في غليان اللبن مع الرز. بنبدا كده بقى نقلب كويس جدا، كله هيسيح، القشطه مع اللبن كده هيندمجوا مع بعض مع السخونيه. تمام، وهتسيح القشطه في اللبن. معانا 3 معالق من النشا، وهملى المج ميه وادوبه. هبدأ هنا ادوب المية مع النشا وبعد كده احطها على الرز بلبن على البوتاجاز. ملاحظين كده خلاص ان القشطة بدأت تسيح. هبدأ بقى كده احط مج اللبن بالمية واقلب تاني. هنفضل نقلب كده لحد ما قوام الرز بلبن يتقل معانا، وبعد كده بنطفي النار. بدأ هنا قوام الرز بلبن يتقل كده خالص. شايفين بقى عامل ازاي؟ خلاص تقل كده وقوامه خلاص بقى كده، واستوى اصلا سوا كامل. احنا اصلا لو شفنا الرز ده هنلاقيها استوت سوا كامل. خلاص كده الرز بلبن كده خلص معانا وبنطفي النار. الرز بلبن هنا كده خلاص حطيته في صينيه بايركس. انت بقى حابه تحطيه في اي صينيه، حابه تحطيه في بولات، في اطباق. بس انا هنا فكره الوصفه اللي انا هعملها ان انا احطها في بايركس لاني عايزاها صينيه. هنا سبت الرز بلبن يبرد تماما خالص، يبقى بارد بارد، يعني ايه، ما يبقاش فيه طالع منه سخونيه ولا اي حاجه، يبرد يبرد يعني. وانا هنا عندي عصير مانجايه، حطيت عليها معلقتين سكر وميه وبعدين ضربتها كويس جدا. انا عايزه قوامها تقيل مش خفيف خالص، وعشان يثبت على الرز بلبن. هبدا اضيفها كده على الرز بلبن على كل جوانب الصينيه كده. خلاص انا عايزه هنا المانجا بيوريه يعني لو عادي عصير، ولو فيها قطع مفيش مشكله. تمام. خلاص عندي هنا قطع من مانجا متقطعاها كده قطع. هبدا احطها على البيوريه المانجا او على عصير المانجا. هضيفها كده زي ما انتم شايفين بشكل عشوائي. تمام، في كل جوانب الصينيه. وهنا بعد ما حطيت مكسرات وصوص شوكولاته. للي حابب يحط مفيش مشكله، ممكن ناكلها كده ساده ونكتفي بالمانجا. فكرة الفيديو بسيطة وسهلة جدا. ان شاء الله اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. لو عجبكم الفيديو ياريت لايك للفيديو، اشتراك في قناتي وصفات روما وبناتها. تحياتي، هتوحشوني. باي باي.